وهي مسابقة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة في بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. لكن دبا الحصن أيضا حسن العبدولي، اللي أنا كم أكون سعيد عندما أشاهد اسم المدرب الوطني يتواجد في مثل هذه الفرق. راح نتحدث من خلال مجريات المباراة فيما بعد. هنا ابن الإمارات، وهنا هذا الرجل اللي سبق وأن عمل أيضا مساعدا للسيد مهدي علي مع فريق شباب الأهلي. نذكر الآن بتشكيلة المباراة. عادل أبو بكر اللي واضح في الصورة في حراسة مرمى فريق دبا الحصن، الضرحاني وفلاح وليد وحسين عباس وأديمة جيمس وجويلهر، قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي. بينما على الطرف الآخر باولو مانويل اللي يلعب أيضا بتشكيلة مكونة من حسن حمزة في حراسة المرمى. يعني تنضم إلى المدن الجميلة في الشارقة. نعم، تتحدث عن دبا الحصن وأجواءها وبحرها وجمالها وجمال أيضا عموما كل الأمنيات بالتوفيق لدبا الحصن ولشباب الأهلي في هذه المباراة. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه حاليا، هل تكون هناك مفاجأة اليوم؟ ثلاث فرق تتأهل، راح نشوف. عندنا الآن شباب الأهلي مع دبا الحصن. كرة اللعب الآن طويلة للأمام. يوري سيزاري حاول يمر يسعدوا الجماهير، ونحن نلعب أمام فريق كبير. أو هذا سردار، محاولة أولى ضائعة عن طريق سردار أزمون الهداف اللي واضح في الصورة الدولي الإيراني. كرة خطيرة جدا كانت لمصلحة شباب الأهلي، فيها أوفسايد ولا ما فيها. عموما يعني الكرة الماضية مرت فوكونوفيتش يحاول فيها ينقلها باتجاه ابراهيم سيسيلان في وسط الملعب. تعود من جديد الان، كلها الان نقلات لمصلحه فريق دبا الحصن، فريق اللي حتى الان ايضا ما تذوق الفوز في بطوله الدوري. هنا يوري، محاوله الان يوري خطير، تلعب جول الدقيقة الخامسة إذا تشهد أول الأهداف عن طريق كارتابيا إذا يسجل هدف أول. لا يدع مجالا للمفاجآت. نعم، لا يدع مجالا للمفاجآت. بصراحة أنا أخاف من تشكيلة الأهلي، أسماء يعني تتواجد بقوة وجدان، كل هذه تتواجد في تشكيلة شباب الأهلي. كرة تتخلص، تعود من جديد. يوري الآن، يوري يتقدم، يلعب كرة الآن باتجاه بالا كارتابيا الخطير، ولكن الكرة تتخلص. يا جماعة هجوم مرعب مرعب تماما. نعم، الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. هذا ساردار أزمون، لاعب اللي مر في الملاعب الأوروبية آخرها روما وملاعب كبيرة أيضا في أوروبا، قدم مستويات ممتازة أيضا مع شباب الأهلي منذ قدومه، وفي كل مباراة يضع بصمته. هذه كرة اللعب الآن، الله، هو أزمون، هو سردار أزمون. والله الحين أتكلم عنك يا أزمون. شباب الأهلي يريد أن ينهي المباراة مبكرا الآن. الهدف الثاني الآن عن طريق سردار أزمون، يضع كرة برأسية جميلة، ولكن يا لها من عرضية. بداية رائعة جدا لشباب الأهلي. الآن يتلقى دبا الحصن هدفين قبل الوصول للدقيقة العاشرة. لاحظ هذه الكرة العالية الآن، وعلى طول صار دور أزمون وحيدا يضعها في المرمى. لكن عينك على كارتابيا، عينك على كارتابيا منذ عودته لشباب الأهلي، يصنع، يسجل. كارتابيا هو من سجل الهدف الأول وهو من صنع الهدف الثاني. الآن لاحظ بدون أي رقابة يسجل الهدف الثاني. كما ذكرت لا يريد أي مفاجآت. تصل الآن لبالا، خطير بالا لسردار أزمون، وكرة ولكن تتخلص. معلش يعني مع كل الاحترام والتقدير اللي أنا في فوارق فنية. لاحظ هذه كرة يوري خطير الآن. سردار أزمون أيضا لم يكن أنانيا، كان المدرب لكل ما راح فريق مباراتين ومع السلامة. كرة تعود من جديد الآن، تصل باتجاه سعيد سليمان، تغيير اللعب باتجاه بالا.
لكن تتخلص شرقة. وصل لنهائي كأس رئيس الدولة 11 مرة، فاز. كرة اللعب الآن خطيرة، هذه خطيرة، وعلى طول بإحضان حارس المرمى، بإحضان حارس المرمى. إذا كنا نتحدث بأن أول هدف في نهائي الكأس سجل اللاعب محمد سالم حمدون لاعب شباب الأهلي في شباك النصر، فإن سجله اللاعب علي سعيد الحامض وهو لاعب فريق عجمان. نعم علي سعيد الحامض لاعب فريق عجمان وصاحب أول هدف في كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. استراحة تبريد الآن، لاعتبار أن الأجواء لا زالت، رغم أن الأجواء الآن يعني ولله الحمد انتهت. نعود الآن إلى أرضية الملعب ونعود المباراة بعد استراحة التبريد، ونذكر بأن شباب الأهلي متفوق حتى الآن بهدفين مقابل لا شيء، هذا دائما ما يسجل. بينما هنا حديث العبدولي، أنا كنت في حديث عن المدرب الوطني أيضا يعني سابقا، والمحاضر الحالي يعني واحد من المدربين الرائعين أيضا الكابتن خالد داحس، وأسماء كبيرة أيضا تتواجد. نعم سردار أزمون، إذا سردار أزمون يبدو بأن المدرب سيريح هذا اللاعب. سجل له هدف سردار وغادر أرضية الملعب، والبديل هو مؤنس دبور. يعني شباب الأهلي لو يلعب بالتشكيل الاحتياط، هذا ما يسمونه احتياط، فريق أسد. شباب الأهلي إلى دور الثمانية، حكم اللقاء يناظر ساعته. إذا بالفعل مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية، يطلق حكم اللقاء السيد حمد علي يوسف نهاية